وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وبخير، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها ان شاء الله. باذن الله هنعمل النهارده معانا مع بعض الزبادي بتكاته كده وحركاته، هنعمله ان شاء الله باذن الله مع بعض اكنك جايباه من بره بالظبط، واحسن كمان وانضف من اللي انت جايباه من بره. هنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا كوبايتين زبادي بلدي عادي، ومعايا 2 كيلو حليب. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده شغلنا كله هيبقى بالخلاط. افضي الزبادي في قلب الخلاط زي ما انتم شايفين كده، الحليب معايا دافي ولا سخن ولا بارد، هو يا دوبك دافي، يعني ايدك بس تستحمليها فيه. الحليب معايا كده دافي، ولا سخن ولا بارد زي دمعة العين، يا دوبك ان ايدك تستحملي. ومعايا الفرن مولعيها من بدري وطفيتها برضو، الفرنة ايدك تستحملها فيها. هنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. واحط هنا 3/4 الحليب كده، هسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اشغلهم في الخلاط. الخلاط على اعلى سرعه في الخلاط، انا عايزاه يعمل فوم كده معايا ويبقى فيه رغوه. هنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. اشغله على اعلى سرعه. عايزاه يعمل فوم. هنسمي كده بسم الله. بصوا معايا كده، بصوا الحليب عامل معايا هنا فوم ازاي، شايفينه؟ هسمي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. معايا المضرب اليدوي العادي، هنزل بيها كده على الحليب. بصوا وانا ناشفه كده بقلب، انا مش هحطه مره واحده، لا انا عايزاه يعمل هنا فوم معايا عشان يطلع لي وش زي بتاع بره بالظبط. وانا بضرب ايدي كده اقلب فيه، تمام. زي ما انتم شايفين كده زي ما انا بضرب بالمضرب كده. بصوا الفوم اللي اتعمل ما شاء الله، جميل جدا، تمام. انا هصبه بقى في السلاطين اللي عندي، كاسات، اي حاجه عندي. هنا معايا سلاطين فخار، وجايبه صاج وحاطه فيه فويل عشان يحتفظ لي بالحراره. والفرن عندي دافيه، ولا سخنه قوي ولا بارده قوي، الفرن عندي دافيه. وانا بحطه كده هنزل كده زي ما انتم شايفين عشان يعمل لي ايه، الوش بتاع اللبن. الوش بتاع الزبادي وانا نازله انزل بالراحه. بصوا يا حبايبي، الفوم بتاع اللبن اهو عشان يعمل لي وش الزبادي. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. هنسيبه بقى 3-4 ساعات في فرن البوتاجاز، وان شاء الله باذن الله نطلعه مع بعض. ولا اسهل من كده، احنا عملناه ما خدش في ايدينا حاجه خالص زي ما انتم شايفين. يا دوبك غلينا اللبن وطفينا عليه وسيبنا اللبن يهدى ويبرد معانا كده، ونسمي بسم الله. نضرب اللبن نص كميه اللبن مع كوبايتين الزبادي. انا عملت كوبايتين زبادي لان انا عامله 2 كيلو حليب، تمام. ضربت حوالي كيلو من الحليب مع كوبايتين الزبادي في قلب الخلاط، يعمل لي بقى فوم كده ويبقى معايا يعمل رغوه.
وبعدين فضيته في قلب الحله وقلبته وايدي بالمضرب على طول شغاله عشان يبقى يعمل معايا نفس الفوم اللي عمله دوت. وان شاء الله باذن الله يطلع معانا الزبادي كريمي وجميل جدا وهيعجبكم قوي. وان شاء الله باذن الله اول ما يطلع هنشوفه مع بعض ازاي بقى معايا كريمي. وهنحطه دلوقتي في الفرن، والفرن معايا تكون دافيه ايدي كده، تبقى طايقه الفرن، ما تكونش سخنه جدا الفرن. وحطيت الفويل عشان يحتفظ لي بدرجه الحراره. وهنسمي بسم الله وندخله الفرن. ان شاء الله الزبادي بتاعنا طلع اهوت وجميل جدا. بصوا القشطه اللي على الوش دي جميله ازاي. بصوا الزبادي كريمي خالص. بصوا الزبادي ما شاء الله تحفه وجميل ومتماسك وحلو قوي. الزبادي ما شاء الله بجد تحفه تحفه تحفه. اعملوه جربوه وان شاء الله يعجبكم قوي. وبألف هنا وشفا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه.